مؤخرا سمعنا واحد الخبر اللي لو صدق غادي يغير مستقبل دولتين جارتين هما المغرب وإسبانيا، بل وغيكون ليه أثر سياسي واجتماعي واقتصادي ماشي غير على هاد الدولتين أو شعوبها، لكن على منطقتي أوروبا وشمال إفريقيا كلها. الخبر كيقول بأن مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية مسعود في الأميرة ليونور ولية عهد المملكة الإسبانية، وحتى هي حسب عهدة ناقلي الخبر مزعوطة فيه، وكاين مشروع للزواج يهيأ في القصرين الملكيين الإسباني والمغربي. فقبل ما نقول لك صديقي واش الخبر صحيح ولا لا، غادي نفترضوا أولا أن الخبر صحيح ونشوفوا كيف غيكون الأثر ديالو على المغرب وإسبانيا وعلى جيرانهم. كيف كتعرف يا صديقي أن المغرب وإسبانيا كتجمعهم أمور كثيرة وأيضا كتفرقهم أمور أكثر. فتاريخيا إسبانيا كانت خاضعة لحكم السلاطين المغاربة ففترة كبيرة من الزمن، خاصة تحت حكم دولة المرابطين، واستطاع الإسبان طرد المسلمين من بعدها وإبادة العديد منهم فيما كان يعرف بمحاكم التفتيش، بعد ما تزوج كل من الملك فرديناندو والملكة إيزابيل ووحدوا جيوشهم باش يطردوا المسلمين من الأندلس، واللي غتختتم بتقديم السلطان أبو عبد الله الصغير مفاتيح غرناطة للملكين الكاثوليكيين فرديناندو وإيزابيل. وغيوقف ابو عبد الله الصغير وهو كيشوف دولته اللي سلمها الاعداء وهو كيبكي، واللي غتعاتبو الام ديالو باعظم مقوله اللي مازال صداها كيتردد في ايامنا هذه: ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال. بعد هذه الحادثه الاسبان غادي يعذبوا المسلمين واليهود اللي بقاو تماك، رغم المعاهدة اللي وقعوها مع آخر السلاطين الأندلسيين باللي حافظوا على الرعاية اللي فضلوا البقاء، خاصة وأن أغلبهم كانوا إسبان لكنهم سلموا. وأغلب اللي هربوا من محاكم التفتيش من المسلمين واليهود الأندلسيين جاو للمغرب واندمجوا مع المغاربة واللي غيتسماو الموريسكيين. ما كانتش غير هذه الأزمة الوحيدة بين المغرب وإسبانيا، بحيث كانت مجموعة من المناوشات والمعارك على بعض الجيوب والمناطق الساحلية المغربية، واللي مرة كتحتلها إسبانيا ومرة كيحررها المغرب. ومن أبرز هذه المعارك والحروب الحرب الإسبانية المغربية اللي كانت في عام 1859 أو حرب تيطاوين واللي انتهت لصالح الإسبان، وحرب الريف الأولى واللي كانت سنة 1893 واللي كتعرف أيضا باسم حرب مليليا أو حرب ميرغارو على اسم خوان غارسيا إي ميرغاليو حاكم مليليا الإسباني، واللي هزيمته والقتل ديالو من طرف المغاربة ما غيتسرطوش للشعب الإسباني. وكانت هذه الحرب بين إسبانيا و39 قبيلة من قبائل الريف في شمال المغرب، ولاحقا غادي ينضم لهم سلطان المغرب، وغيبدا الصراع في أكتوبر 1893 وغيسالي بمعاهدة فاس سنة 1894. وأيضا حرب مليليا الثانية واللي كانت سنة 1909 بين إسبان والقبائل الريفية اللي كرفصات ليا الإسبان وهزماتهم. بعدها غتقرر إسبانيا عمل هدنة حتى تجيب قوات أخرى ومدفعية وتعاود الهجوم على القبائل الثائرة وتخضعهم هذه المرة. ثم حرب الريف عام 1920 اللي اتحدت فيها إسبانيا مع فرنسا ضد قوات عبد الكريم الخطابي من القبائل الريفية اللي كانت الغلبة فيها في الأول للمجاهدين اللي كيقودهم الخطابي، وبعدها غتنقلب لصالح الفرنسيين والإسبان بعد ما غيستعملوا الكيماويات، وغتنتهي باستسلام الخطابي ونفيو لمصر. وحتى بعد الاستقلال عرف المغرب وإسبانيا بعض المعارك والحروب، واللي من بينها حرب إفني أو كيف كيسميوها الإسبان الحرب المنسية، واللي أعلنها المغرب على إسبانيا بعد عام واحد من استقلاله واستمرت حتى الأبريل 1958، واللي برغم خسارة المغرب العسكرية إلا أنه نجح في استرجاع الجزء الشمالي من الصحراء الإسبانية واللي كنسميوها حنا المغاربة إقليم طرفايا. ونجيو للمسيرة الخضراء اللي كانت في 6 نوفمبر 1975 واللي دعا لها الحسن الثاني باش ينهي الاستعمار الإسباني في الصحراء المغربية، وشارك فيها 350 ألف مغربي ومغربية. وفي عهد محمد السادس
كانت واحد المناوشة بسيطة بين المغرب وإسبانيا، واللي كان ممكن تحول لحرب كبيرة، واللي كانت بسبب واحد الصخرة أو جزيرة صغيرة خالية حدا مضيق جبل طارق، واللي كتسمى بجزيرة تورا أو جزيرة ليلى. هاد الجزيرة السيادة ديالها متنازع عليها بين إسبانيا والمغرب. وفي يوم 11 يوليو 2002 ومع الصباح بكري كانوا مجموعة من المغاربة الجنود كيتفقدوا الجزيرة باش يفتشوا على الحراقة اللي كيتخباو فيها، فداهمتهم قوات بحرية إسبانية وأسراتهم، وانتهت الأزمة بتدخل أمريكا بجعل كل من المغرب وإسبانيا يقبلوا بأن الجزيرة منطقة محايدة حتى حد ما يتواجد فيها، وانتهت هذه الأزمة بسلام. هنا كيبان لك صديقي أن الوضع تاريخيا على الأقل بين الجارتين مفزلك، وصعيب باش العائلتين الحاكمتين يوافقوا على قصة الحب اللي كتجمع بين ولادهم الأمير الحسن والأميرة ليونور، تقول قصة روميو وجولييت كتعاود وصافي. وحتى الشعبين المغربي والإسباني حتى هما ماشي حتى لديك الدرجة اللي تخليهم يقولوا مبروك والله يكمل بالخير، خاصة الجيران ديالنا، واللي حسب استطلاع للشعب الإسباني عن أكثر دولة كيخاف منها الإسبان لقاو أن 62% من الشعب الإسباني قالوا المغرب. واستطلاع آخر صدر من المعهد الملكي الإسباني قال بأن المغرب جاء في المرتبة الثانية في قائمة التهديدات الأجنبية لإسبانيا بعد روسيا. راهم مازال مخلوعين من الجمال اللي طلعناهم لهم في عهد المرابطين، ومازال ما نساوش طارق بن زياد والعدو أمامكم والبحر من ورائكم، العز للمغاربة. وكملناها وجملناها مؤخرا بإقصائهم من دور 8 من كأس العالم في قطر، فزادوا حقدوا على المروك. لكن لو افترضنا صديقي أننا تجاوزنا مشاكل الماضي وقلنا حنا ولاد اليوم وجايين طالبين راغبين في بنتكم ليونور لولدنا الحسن وقبلوا وقلبناها بطوطوطوط زطوروطوط، فكيفاش غتكون العلاقات بين المغرب وإسبانيا؟ أولا في المرحلة الأولى ما غيكونش شي تغيير كبير غير تقوية العلاقات وانفراج الأزمات بين البلدين، بحال قضية سبتة ومليليا اللي ممكن مولاي الحسن يقدمها مهر لمراته ليونور، أو ممكن حماه الملك فيليب السادس يرجعوا المغرب كعربون حب وتقارب بين الشعبين، خصوصا غيعطينا قرة عينو البكر الرشيد لالا ليونور، فزوج مدينات ما غيكونوش أغلى من بنته اللي غتعيش وسطنا. وحتى في قضية الصحراء المغربية واللي كتعتبر إسبانيا أكبر الفاعلين فيها بحكم أنها المستعمر السابق لها، فغدا تدعم نسيبها المغرب في قضيته، وغتفقس لي شي جيران في المنطقة واللي بلا ما نذكروا اسمهم اللي يتقلقوا منا الجزائريين. وحتى التقارب بين المغرب وإسبانيا ما غيعجبش ماما فرنسا، خصوصا أن المشاريع اللي كانت كتهرف عليهم في المغرب غيوليو السبانيون يزاحموهم فيها بمقولة الأقربون أولى، وما كاين مقرب من نساب. نجيو للشعبين الإسباني والمغربي شنو غيستافدوا في هذه المرحلة؟ فالحدود ممكن تفتح بيناتهم ونوليو نمشيو للصبليون بلا فيزا ونقراو ونخدمو تماك، والصبليون يجيو للمغرب يخدموا حتى هما فيه. وحتى الناس اللي غادي يتحسن منين غتكثر فرص الالتقاء بالصبليونيات، عوينات خضرين وشعر صفر، نحسنوا الإنتاج المغربي. هذا في المرحلة الأولى. لكن في المرحلة الثانية بعد ما يشد مولاي الحسن ولالا ليونور الحكم بعد عمر طويل للملكين محمد السادس وفيليب السادس، ممكن يوحدوا المملكتين في مملكة واحدة كبيرة، وغيولي عدد سكانها أكثر من 84 مليون نسمة، ومساحتها أكثر من 1,216,000 كيلومتر، وجيش قوي واقتصاد قوي وسياحة مطرقة. يعني غتكون الأوضاع مزوهرة، أو غيبقى كل واحد فيهم يحكم بلادو ويخليو مسألة توحيد المملكتين حتى يولدوا ولي العهد اللي غيجي بعدهم ويوحد المملكتين. لكن حبس يا صديقي وبركة من الأحلام الوردية. أولا كتسمع يا صديقي بأصحاب الدماء الزرقاء. هذا المصطلح كيدل على النسب النبيل اللي جاء من العصور الوسطى والعصور القديمة، وكان كيعني ومازال الطبقة اللي تتكون من الملك والعائلة الملكية والسلالة الحاكمة، أي نبلاء إسبانيا، واللي ممكن ترجموه حسب المثل المغربي خيرنا ما يديه غيرنا، فكيزوجوا ولادهم وبناتهم من بعضياتهم. لكن غتقول لي أن حتى مولاي الحسن ما شاء الله عليه الدم ديالو حتى هو نقي، وممكن نقى من دمهم، فإلا كان دمهم زرق فدم العلويين ذهبي،
فالأسرة ديال مولاي الحسن كانت كتحكم قبل ما يحكموا الأسرة ديال حماه الملك فيليب السادس، واللي ممكن نرجعوها لسنة 1516 بتوحيد إسبانيا على يد سلالة هابسبورغ. لكن عمليا حكم عائلة فيليب بدا غير سنة 1975. أما الأسرة العلوية فما شاء الله عليها بدات حكمها في المغرب سنة 1631. أيضا مولاي الحسن يا صديقي كينتهي النسب ديالو لجدو محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا نسب كيشرف أي أسرة في العالم. لكن يا صديقي هذا النسب الشريف أيضا كيشكل عقبة في زواج مولاي الحسن والأميرة ليونور. غتقول لي كيفاش هاد الشيء؟ غنقول لك سؤال زوين. فكيف ما كتعرف أن الملك في المغرب هو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، وكذلك ملك إسبانيا فهو كيمثل كذلك المؤمنين المسيحيين من الكاثوليك، فضروري ما يكون مسيحي كاثوليكي وأولاده مسيحيين كاثوليك باش يقدروا يشدوا العرش من بعده. وهنا لو تزوج مولاي الحسن بولية العهد ليونور وهو مسلم، وماشي غير أي مسلم، فهو ابن أمير المؤمنين وحفيد رسول الله، فممكن يأثر فيها وتعلن إسلامها. وهذا الأمر محال يكون، خاصة والعداء اللي كان بين المسلمين والإسبان زمان ومحاكم التفتيش اللي تكلمنا عليها قبيلة. وحتى لو ما أثرش فيها فأبنائها من الأمير مولاي الحسن بالضرورة غيتبعوا دين باباهم، باش حتى هما ممكن شي نهار يولي واحد منهم أمير المؤمنين في المغرب. لذلك غتكون الأميرة ليونور أمام خيارين: إما تزوج مولاي الحسن وتنازل على ولاية العرش لأختها الصغيرة صوفيا، أو تمسك بالعرش ديالها وتنسى عليها أميرنا. أما الأمير مولاي الحسن فإلا ما كتبش ليه الله مع الأميرة ليونور، كاينه الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني ملك الأردن، زوينة وظريفة ونتمناوها ليه، وحتى هي أصلها شريف هاشمي من سلالة الرسول، وحتى باباها الملك عبد الله يعمرها دار وعمرو ما خرج للعيد مع المغاربة.